تخيلوا كده، سفينتك فجأة تختفي في مياه لا تعرف الرحمة، لا أثر لها ولا أحد يعرف مكانها. ده اللي حصل لعشرات السفن والطائرات في مثلث برمودا. هل ده مجرد صدفة ولا في سر مخفي يخيف العلماء حتى اليوم؟ خليكم معانا وهتشوفوا كل الحقائق المخيفة والمذهلة. مثلث برمودا منطقة في شمال المحيط الأطلسي اسمها مثلث الشيطان بسبب اختفاء السفن والطائرات الغامض. منذ القرن العشرين تقارير كثيرة قالت إن السفن تختفي فجأة والطيارين يختفون بلا أي سبب. مثال على ذلك فلايت 19، 5 طائرات بحرية اختفت في ديسمبر 1945، وطائرة ستار تايجر البريطانية اختفت سنة 1948 رغم الطقس الجيد. هل الحوادث دي كلها مجرد حظ سيء أو في حاجة أكبر وأغرب؟ العلماء قالوا ممكن يكون السبب أعاصير مفاجئة أو فقاعات الغاز الميثان اللي تخلي السفن تغرق بسرعة. كمان المجال المغناطيسي الغريب بيخلي البوصلة تضيع وكل حاجة تتلخبط. بس حتى كده مش كل الحالات تتفسر. في تقارير حقيقية أضواء غريبة تظهر فجأة في السماء، مخلوقات بحرية كبيرة وسحب غامضة توقف كل شيء. بعض الناس بيقولوا إن ده خيال، لكن التقارير موجودة على الإنترنت. ده مش قصص، ده حصل فعلا. في نظريات أكثر غرابة، بوابات زمنية، أبعاد موازية، حتى الثقوب السوداء الصغيرة تحت البحر. والأكثر إثارة، بعض الناس نجوا. قدرتهم على النجاة كانت بسبب الصدفة أو مهاراتهم، لكن يبقى الغموض قائم. هل تعتقد إن الغموض حيستمر؟ أم العلم حيكشف كل الأسرار يوما ما؟ شاركنا رأيك في التعليقات، واضغط لايك، شير وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد على قناة ماذا لو.